ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت سيارات جرفت السيول وأزقة تحولت إلى مجاري مائية عارمة في مشهد وصفه العديد من السكان بالمرعب وغير المسبوق في تاريخ المدينة. وفي ظل خطورة الوضع، أعلنت السلطات المحلية حالة استنفار قصوى، حيث تدخلت مختلف المصالح الأمنية والوقاية المدنية لمحاولة إنقاذ العالقين وضخ المياه والحد من حجم الخسائر، في وقت لا تزال فيه الأوضاع متقلبة وصعبة. وبينما لم يصدر إلى حدود الساعة أي بيان رسمي يؤكد حجم الخسائر البشرية، فقد تحدثت مصادر محلية عن أنباء متداولة حول وفيات ومفقودين، ما يزيد من قلق السكان وترقبه لأي توضيح رسمي من الجهات المعنية. هذه الفاجعة أعادت إلى الواجهة إشكالية البنية التحتية الهشة بمدينة آسفي، حيث حمل مواطنون مسؤولية ما وقع لتراكم الاختلالات وسوء تدبير شبكات تصريف المياه، مطالبين بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين السابقين حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي مستقبلا. ويبقى الدعاء بأن يحفظ الله مدينة آسفي وأهلها، وأن تمر هذه المحنة بأقل الخسائر الممكنة، مع أمل كبير في تدخل عاجل وفعال لإنقاذ المتضررين وجبر الضرر.